كان في قاضي قاعد في بلكونته في أمان الله، بيشرب القهوة بتاعته وبيقرا الجرايد بتاعته. وفجأة لقى في الشارع اتنين بيتخانقوا مع بعض، وهوب الموضوع كبر، وواحد طعن التاني وهرب. ايه يا جدعان ده؟ اهدوا شويه، في ايه؟ ايه الناس دي؟ التاني فضل يا عيني سايح في دمه على الأرض. واحد عدى بالصدفة في الشارع، صعب عليه، قال طب ما ناخده ووديه المستشفى، ويعني خدمة إنسانية. المهم خدوا المستشفى من هنا، ويشاء السميع العليم إن الراجل روحه تطلع في المستشفى. الراجل مات. يا ساتر يا رب. مش لاقيين حد يتهموه غير مين؟ اللي جابه بقى. فتعالى يا معلم، انت جبته هنا، انت اللي قتلته. الراجل قعد يقول انا مالي، والله كنت معدي بالصدفة، يهديكم يرضيكم. مفيش حد راضي يصدقه خالص. يا نهار اسود، ليه بس كده يا رب؟ الكلام ده حصل امتى؟ سنة 1791 في فرنسا. فما كانش فيه وقتها ولا كاميرات ولا تكنولوجيا ولا الكلام اللي احنا فيه ده خالص. فمفيش أي دليل غير الراجل اللي جابه ده بالصدفة. مين اللي بيحكم في القضية؟ القاضي إياه، اللي كان قاعد في البلكونة وشاف كل حاجة. القاضي حكم بالأدلة اللي قدامه، وكبر دماغه وقال لك خلاص، هي الأدلة بتقول إن هو ده اللي قتله. استسهل يعني، وقال خلاص الراجل ده حكم عليه بالإعدام. بعد فترة القاضي ضميره أنبه، لا وضميره ما يصحاش إلا بعد ما الراجل خلاص اتعدم. يعني جاي دلوقتي ضميرك صحي بعد ما الراجل مات؟ نعم يا درعادي. طب ما كمل أول. جاب الصحافة والإعلام وكل الناس، واعترف قدامهم بكل حاجة، وقال إن أنا شفت كل حاجة، والراجل ده كان مظلوم ومش هو اللي قتل الراجل ده. طبعا الناس غضبت جدا واتضايقت قوي وصارت عليه، والموضوع كان ترند وقتها، زي الترندات كده بتاعت اليومين دول. بعدها كان في قضية هو نفس القاضي كان بيحكم فيها، ولقى المحامي لابس اسود في اسود، فقال له انت لابس اسود في اسود كده ليه؟ قام رد عليه المحامي وقال له انا لابس اسود كده عشان افكرك باللي عملته، انت حكمت على بريء بالاعدام. ومن ساعتها وبقى الروب الاسود بقى الزي الرسمي لمعظم محاميين دول العالم، وحطوا بس شارة بيضة كده كنوع من الامل للمتهم. بس كده، واستنوا نوال في حلقة جديدة.